في هذا الفيديو النصيري حقق العلامة دون نجاعة، ريشاردسون يعود للرسمية، ومونزا الأخير يفاجئ فيورنتينا. أكرد منح الأمان وسوسيداد كسب النقاط. أنسى الزينيتي خارج الرجاء الرياضي، إكمان مهدد بالعقوبة بأثر رجعي. بوشواري يكشف عن ما دار بينه وبين حكيمي. دريوش يستعد لبدء التدريبات الأسبوع المقبل. داري يغيب مجددا عن مباريات الأهلي. الصحافة الإيطالية: زياش سيشعل حلم نابولي من جديد. الخنوس يرفع أسهمه في البطولة الإنجليزية. النصيري حقق العلامة دون نجاعة، عاد نادي فنربخشة من ملعب مضيفه قونياسبور بنتيجة الفوز بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين برسم الدورة 19 من البطولة التركية. وخاض يوسف النصيري المواجهة كاملة لكن دون نجاعة تهديفية، فيما غاب عن الدولي المغربي الآخر سفيان أمرابط. وبفضل هذا الانتصار حافظ فنربخشة على رتبة المطاردة المباشرة لغلطة سراي، حيث يملك 42 نقطة بعيدا عن الصدارة بفارق 8 نقاط. وخاض النصيري إلى حدود هذه الدورة 17 مباراة، منها 9 مباريات رسمية، مسجلا 8 أهداف مع تمريرتين حاسمتين. ريشاردسون يعود للرسمية، ومونزا الأخير يفاجئ فيورنتينا. أعاد مدرب فيورنتينا الدولي المغربي أمير ريشاردسون إلى الرسمية من بوابة فريق مونزا الذي يوجد في ذيل ترتيب بطولة سيري إيه الإيطالية. وحقق صاحب المصباح الأخير مفاجأة كبيرة بفوزه على فريق الفيولا بهدفين لهدف خلال المباراة التي دارت برسم الدورة 20 من ذات البطولة. وخاض ريشاردسون المواجهة إلى حدود الدقيقة 64 وتحصل على 6.8 نقطة، وهو رابع تنقيط بين زملائه. ولعب ريشاردسون إلى حدود الدورة المذكورة 13 مباراة من ضمنها 4 مباريات رسمية. وبرغم هزيمة فيورنتينا فقد حافظ على مركزه السادس ب32 نقطة، وهي رتبة مؤهلة لمنافسات كونفرنس ليج الأوروبية. أكرد منح الأمان وسوسيداد كسب النقاط. في مباراة صعبة تمكن الفريق المضيف ريال سوسيداد بمدافعه الأسد المغربي نايف أكرد من كسب نقاطها أمام الفريق الضيف المشاكش فياريال الذي يغيب عنه الدولي أخوماش للإصابة بهدف دون رد، حيث جرت المواجهة برسم الدورة 19 من بطولة للأليغا. وسجل سوسيداد هدف الفوز في الدقيقة 51 بواسطة الدولي الياباني تاكيفوزا كوبو بعد مجهود فردي رائع. وقاد نايف أكرد دفاع فريقه الباسكي باقتدار كبير تحصل من خلاله على تنقيط جيد 7.3 نقطة. ويشكل نايف مع الدولي الإسباني زوبيميندي ثنائية دفاعية رائعة، حيث يمنحان الأمان لخط دفاع فريقهما. ومكن هذا الفوز سوسيدادا في احتلال الرتبة السابعة ب28 نقطة، وبات قريبا جدا من المراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية. أنسى الزينيتي خارج الرجاء الرياضي. تأكد مساء اليوم الاثنين إقدام حارس الرجاء الرياضي أنس الزينيتي على فسخ العقد الذي يربطه مع الفريق الأخضر في انتظار خوض العنكبوت الأخضر تجربة جديدة بعيده عن البيت الذي احتضنه لمدة عقد من الزمن تقريبا. وطالب الزينيتي من مسؤولي الرجاء فسخ عقده بعد الضغط الذي فرضته عليه الجماهير الرجاوية، ما سيتح الفرصة في الوقت الحالي للحارس المهدي الحرار لحراسة مرمى النسور. إكمان مهدد بالعقوبة بأثر رجعي. يواجه نجم رانجرز حمزة إكمان إجراءات من الجامعة الإسكتلندية لكرة القدم بعد حادثة وصفها البعض في اسكتلندا بالمخزية خلال الفوز على سانت جونستون 3-1 يوم الأحد الماضي في إبروكس. وقالت بعض الصحف الاسكتلندية إن إكمان معرض لخطر مواجهة إجراءات بأثر رجعي من الجامعة الإسكتلندية بعد حادثة مخزية في الفوز على سانت جونستون. وافتتح إكمان التسجيل بعد 16 دقيقة، لكنه بعد ذلك تعرض لاحتجاجات الجماهير، وقد يكون في ورطة لمحاولته خداع المسؤولين قبل وقت قصير من استبداله في الشوط الثاني. وألقى المهاجم المتألق نفسه على الأرض وتدحرج ممسكا بساقه بعد أن دفعه غريمه باري دوغلاس قليلا. وبعد مراجعة اللقطات قال المسؤول السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم هاكيت حصريا لإنبوكس نيوز: تصرفات إكمان مخزية بصراحة. وأضاف: كان يجب أن يتلقى بطاقة صفراء فورية بسبب تصرفه الواضح المتمثل في التظاهر، ولأن الحكم فشل في معاقبة هذا التصرف فيجب على الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم مراجعة الأمر واتخاذ إجراءات بأثر رجعي.
بوشواري يكشف عن ما دار بينه وبين حكيمي. على سؤال حول تفكيره بكأس إفريقيا للأمم المقبلة ورغبته في المنافسة فيها، رد بوشواري بالإيجاب، لكنه يعلم أن ذلك سيتطلب الانتظام في العروض التي يقدمها حاليا مع فريقه. وقال: كأس الأمم الأفريقية إنها في ذهني، لكن يجب أن أستمر في الظهور بشكل جيد في المباريات. بعد ذلك ستعود الأمور بشكل طبيعي. نشر الموقع الرياضي الفرنسي وان فوتبول ما دار بين الأسدين المغربيين أشرف حكيمي وبنغمان بوشواري خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باريس سان جيرمان وسانت إتيان عن الدورة 17 من بطولة الليغ 1، والتي آلت نتيجتها للفريق الباريسي ب2-1، وقدم فيها حكيمي وبوشواري مردودا جيدا جدا. وقال بوشواري خلال حديثه مع أشرف بعد نهاية المواجهة: لقد تحدث مع أشرف حكيمي، كان سعيدا من أجلي، أخبرني أن المباراة التي قدمناها كانت جيدة كثيرا. لقد كان سعيدا برؤية فريقي سانت إتيان الذي جاء إلى باريس يحاول تقديم شيء ما. أخبرني أنهم لم يعتادوا على ذلك حين واجهوا أندية أخرى. وتابع بوشواري: سانت أتيان يسير بشكل جيد ويجب أن نستمر على هذا المنوال. أعتقد أننا نلعب بطريقة جيدة وتتطلب الكثير من الطاقة، وعلينا أن نعمل كثيرا لنصبح أقوى كل أسبوع. علينا أن نستمر على هذا المنوال. إنها خطة لعب جيدة. دريوش يستعد لبدء التدريبات الأسبوع المقبل. أكد بيتر بوس مدرب ايندهوفن أن لاعبين اثنين في فريقه لم يعودا للتدريبات بعد، هما صهيب دريوش وإسحاق بابادي، لعدم تماثلهما للشفاء التام بعد. وأضاف أنه سيتعين عليهما الانتظار لبعض الوقت حتى يتمكنا من العودة للملاعب من جديد. وأشار بوس إلى أن عودة اللاعبين للتدريبات قد يحدث خلال الأسبوع المقبل. وتعرض دريوش لإصابة قوية على مستوى الكاحل خلال التدريبات مطلع شهر دجنبر الماضي، لذلك لم يشارك في المباريات الأخيرة التي خاضها ايندهوفن في منافسات البطولة الهولندية الإرديفيزي. داري يغيب مجددا عن مباريات الأهلي. أكد الطاقم الطبي لنادي الأهلي المصري أن المدافع المغربي أشرف داري سيغيب عن مباريات فريقه لفترة لا تقل عن شهر. ويعود ابتعاد داري عن مباريات الأهلي لتعرضه لشد عضلي من الدرجة الثانية على مستوى العضلة الخلفية لرجله اليمنى خلال المباراة التي فاز فيها ناديه على سموحة ب2-0، التي جرت برسم الدورة الخامسة من بطولة مصر، وهي المواجهة التي شهدت أيضا إصابة مواطنه الدولي يحيى عطية الله في وجه خضع على إثرها لعملية جراحية ناجحة. وبحسب أحمد جاب الله طبيب نادي الأهلي قال بأن أشرف داري سيخضع لبرنامج تأهيلي دقيق من أجل العودة سريعا لتعزيز دفاع فريق القرن بإفريقيا بعدما يستفيد من تمديد فترة راحته. وعانى أشرف داري منذ انضمامه إلى الأهلي من إصابات جعلته يفتقد للتنافسية المطلقة. الصحافة الإيطالية: زياشينسي يشعل حلم نابولي من جديد. يناقش أنطونيو كونتي مدرب نابولي مع إدارة فريقه الإضافات والتعزيزات التي يتحتم على الفريق القيام بها في نافذة الانتقالات الشتوية الحالية. وأكدت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن مفاجأة نابولي خلال هذا الميركاتو ستأتي من تركيا، لأن اسم حكيم زياش يتردد بقوة في أروقة النادي الإيطالي. وكتبت الصحيفة تقول إن شروط التعاقد مع زياش مواتية، فهو سيغادر في يناير الحالي وسينتهي عقده في يونيو المقبل، وهو لاعب خط وسط عالي الجودة ويلعب أيضا في مركز الجناح المهاجم ويتمتع بالخصائص التي يبحث عنها نابولي. وأضافت: لدى زياش صداقة قديمة مع نيريس الذي سحره خلال فترة تواجده في أياكس، وقد فاز بكل شيء، ومع منتخب المغرب وصل إلى نصف النهائي كأس العالم. وشخص يملك مثل مميزات زياش يمكنه أن يشعل الحلم في نابولي من جديد. الخنوس يرفع أسهمه في البطولة الإنجليزية. يوقع الدولي المغربي الشاب بلال الخنوس على حضور لافت مع ناديه الإنجليزي ليستر سيتي في أول موسم له بالبريمير ليج. وأكمل بلال في مباراة كأس إنجلترا التي شهدت فوز ليستر على كوينز بارك رانجرز ب6 أهداف ل2، المباراة الثامنة له على التوالي كلاعب أساسي، وهو ما يعني أنه بات عنصرا أساسيا في تشكيل المدرب رود فان نيستلروي. وكان الهولندي رود قد أشاد كثيرا بالإمكانيات الفنية العالية التي يتمتع بها الدولي المغربي، مؤكدا بأنه يمثل للفريق لاعب الوسط المحوري الذي يجمع بين خاصية تهدئة اللعب وخاصية إخراج الكرة من المناطق الصعبة وخاصية صناعة الهجمة.
ونجح بلال الخنوس في كل المباريات التي خاضها حتى الآن مع ليستر سيتي في توقيع هدفين وصناعة 3 فرص أوسبست. وتبلغ القيمة السوقية لبلال الخنوس بحسب موقع ترانسفير ماركت 30 مليون أورو، وهي القيمة المالية الأعلى داخل نادي ليستر والقيمة المالية الخامسة داخل الفريق الوطني المغربي. فضلاً وليس أمراً، المرجو دعمنا بلايك واشتراك ليصلك الجديد دائماً. إلى أن نلقاكم، دمتم بألف خير. إلى اللقاء.